خلاص يا جماعة، المونديال بدأ النهاردة فعلا. 0 يوم، 0 ساعة. مكسيكو ضد ساوث أفريكا في استاد سيوداد دي مكسيكو، و16 قناة مفتوحة هتنقول الافتتاح. أنا اللي بستناه من 4 سنين، وانتوا معايا. وخليني أوجعك بالرقم: 11 يونيو 2010، مكسيكو لعبت ساوث أفريكا في افتتاح المونديال. 11 يونيو 2026، نفس اليوم، نفس الفريقين، نفس الافتتاح. التاريخ بيعيد نفسه حرفياً. ينهار. وفي ضربة قاضية لمغرب قبل مونديال بأيام، رسمياً عبد الصمد الزلزولي ونايف أكرد بره القائمة بسبب الإصابة. 2 من أحسن لعيبة رجراغي يطيروا في يوم واحد. حرام عليهم. وبس استنى الجامد: الجزائر كسبت بوليفيا 4-0 في آخر ودية، على بعد 300 متر بس من فندق الأرجنتين. أنا شايف إن سكالوني لازم يقلق صراحة. الراجل لسه ما خدش قرار البديل بتاع باليردي، و5 أيام بس على ماتش. ده اللي اسمه استخفاف. وفي الإي بي إل، وولفز شالوا روب إدواردز بعد 7 شهور بس من تعيينه، والرجل عرف بالخبر وهو في إجازة من تويتر. سيزار بيشوتو جاي مكانه من جيل فيسنتي. حلو الكلام ده. طب وانت، انهي خبر فيهم وجعك أكتر؟ غياب الزلزولي، ولا تهديد الجزائر للأرجنتين، ولا إن نفس أماتش بيتعاد بعد 16 سنة بالظبط؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرا الكومنتات وهرجع لكوا تاني بعد شوية.